طيب، سوري الجهاز فصل. اوكي، معلش انا اسف. طيب خلينا بس ان انا كنت بتكلم على الاعراض الجانبيه للمينوكسيديل. طبعا عاوز اتكلم على الاعراض الجانبيه بتاعته، انواعه. تمام، يعني احاول اخد برضو كده اشرح الموضوع بشكل سريع. آه، الاعراض الجانبيه اللي موجوده ان هو بيعمل الشعر الخفيف اللي هو اسمه هيرسيوتيزم. طبعا ده علاجه ايه؟ علاج الشعر او اللي بيطلع بسبب المينوكسيديل. اول حاجه لما نيجي نستخدمه بجلوفز، نتاكد ان هو ما بينزلش. بنرش على الفروه نفسها، منطقه التاج، 6 بخات بتوعنا. نتاكد ان هو ما نزلش، نمسح بقطنه. تمام. ما نمشي بيه، لان انا لو انا رشيت ونمت بيه ما وشي كله هيقعد بقى يتمسح بالمونوكسيديل، فممكن وارد جدا الاقي وشي فيه شعر. تمام، يبقى البس جلافز، امسح كويس اول مكان الاستخدام، ما نمشي بيه. تمام. طيب ده اول عرض. العرض الثاني اللي بيقولوا برضو ان هو بيعمله المونوكسيديل، بيعمل لي قشره. قشره ده طبيعي، لان المينوكسيديل بيوسع اوعيه دمويه، فبيجري الدم في الفروه. فطبيعي ان يعني الخلايا بتاعت الجلد، وهنا هعمل يعني اتكلم بعد كده عن البرودكتس الخاصه بالجلد وكده، بالبشره. يعني الخلايا بتتجدد كل 15 يوم. فالنهارده الخلايا بتطلع تتكون تطلع بقى هنا تعمل طبقه جديده. 15 يوم لما ازود احط مينوكسيديل والدم يجري، الدوره الدمويه بتجري. ما هو بعد ما كان 15 بتبقى اسبوع، فطبيعي القشره هتتكون بشكل اسرع. ببساطه جدا نستخدم نقط زي كاريلا لوشن، او شامبوهات القشره اللي موجوده هتودي القشره. ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه اللي حاصل هنا، حاجه كويسه. طيب حد بيقول لي انا جالي حساسيه واتشنج. طبيعي لما الدم يجري ممكن يحصل، وخصوصا في اول استخدام انت بتوسع عدد دمويه، في اكشن بيحصل، طبيعي يبقى في شويه اتشنج وشويه حكه. دي بتروح باي حاجه برضو، كاريلا لوشن او بتنوفيت سكالب او اي كورتيزون مخفف، بورجازون، ديبروساليك. الحاجات دي كلها هت هت هتساعد. تمام. يبقى دي نقطه تانيه. بقول لك مشكله ثالثه ان هي مثلا بحس ان وش ورم. دي نادر جدا، نادر جدا. وش ورم معناه ورمت يعني بيبقى في بعض الناس، وطبعا يعني فيري رير. ساعتها وفي ناس تقول لك الحساسيه مش قادر استحملها. والله مفيش حاجه نافعه. هنا الناس بتتحسس من ايه؟ من الماده المذيبه للمونوكسيديل، اسمها بروبيلين جلايكول. تمام. بنغير الفورمه ببساطه من السبراي لفوم. الفوم ما فيش فيه بروبيلين جلايكول. تمام. وبيبقى مناسب جدا. بدل ما كنت باخد 6 بخات اخليهم 3 بخات وارفع بالتدريج. في اوبشنز كتيره جدا وحلول كتيره جدا، عشان ما امسكش في حاجه واحده وان انا اضيع الفايده الجوهريه ان انا من المينوكسيديل، لان المينوكسيديل ملوش بديل لحد النهارده. اي حد يقول علاج الصلع وراث من غير مينوكسيديل، يعني لحد ما يبقى راجل مش بتاع علم، يعني هو عاوز يبيع حاجه عنده وخلاص. احنا بنتكلم ان المينوكسيديل اساسي، بس المينوكسيديل مش كفايه. المينوكسيديل هو حل ترس مهم في علاج الصلع او التساقط الوراثي. طيب ممكن يكون عندي وراثي وتفاعلي، ممكن يكون عنده وراثي وثعلبه، ممكن يكون عنده، يعني في واحد عالج يعني اتعالج من الوراثي فجاه في حته فاضيه، الفاضيه دي طلعت ثعلبه، مش عايزه تطلع، خلاص عالجناها ان هي ثعلبه. فهي فهي يعني الموضوع محتاج برضو ان احنا نبقى فاهمين ومراقبين التريتمنت بلان. طيب النهارده الفتره، انا كده يمكن خلصت المينوكسيديل. انا مرتب النقط برضو عشان من اسئله الناس النهارده عجبت، عشان ما اضيعش حاجه. الزهايمر بقى. تمام. طيب واحد بيقول لي انا المينوكسيديل مش جايب نتيجه يا دكتور، بقالي سنه بستخدمه ونتيجته ضعيفه. او واحد بيقول مثلا بقالي 6 شهور يا دكتور والنتيجه زيرو. لازم نفهم ان المينوكسيديل از ا برو دراج. برو دراج يعني ايه؟ ميه، مش نشط، مش ماده نشطه. الماده دي بتدخل عند البصيلات، تخش جوه البصيلات. اوكي. بتتحول لمينوكسيديل سلفيت، الماده الفعاله. دي الماده النشطه اللي لها بتروح المستقبلات بتاعت الاوعيه الدمويه وتوسع. طيب وجدوا ان في ناس، وخصوصا بقى الناس لما عملوا بقى الدراسه على المينوكسيديل، ولقوا ان في ناس ما استجابتش للمينوكسيديل. وجدوا ان حوالي نسبه كبيره ممكن تتعدى ال 40% من الناس ما عندهاش الانزيم اللي موجود جوه البصيلات اللي بيحول المينوكسيديل لمينوكسيديل سلفيت، اسمه سلفو ترانسفيريز. المعلومات دي يا جماعه ما حدش موجوده، ما حدش قالها قبل كده، ما حدش قالها قبل كده فعلا، ومعلومات قيمه جدا. تمام. طيب النهارده
احل المشكله دي ازاي؟ ببساطه جدا، هنرفع نشاط الانزيم بتاع السلفو ترانسفيريز عن طريق التريتينوين، اكريتين، اكنفرين، المراهم اللي بتقشر دي. تمام. بتعمل تنشيط للسلفو ترانسفيريز، فترفع نتيجه المينوكسيديل. الناس اللي كانت نتيجتها ضعيفه بتزود، وحالات كتيره جدا الحمد لله. يعني الفتره اللي فاتت كمان اكيد ناس متابعه معانا. آه انما لما بستعمل نتيجة كاني بحط ميه نار وراسي بتولع بخصوص على طول. طيب، هنا ابعد بقى عن السبراي. استخدم الفوم. استخدم الفوم، مفيش فيه بروبيلين جلايكول، فبالتالي هيبقى بالنسبه لك احسن. ودايما كده برضو استخدم قبلها نقط كورتيزون زي البتنوفيت، سكال. ده ال10 نقط كده، ودلك الفرو عشان لحد ما جسمك بس يتعود عليه. في ناس كده اول اسبوع بتبقى فيها عندها الرجي، بس بعد كده بتعدي، بتسكيب الموضوع عادي جدا. تمام. يبقى احنا كده آه، انواع المينوكسيديل. برضه انا مركز في حته المينوكسيديل، عاوز اخلص النقطه دي. انواع المينوكسيديل، في مينوكسيديل بينفع مع، يعني لو مثلا واحد عنده فروه جافه، ياخد بيرفورما اويلي، زيت شويه. لو في فروه دهنيه، الهير باك، نسبه الكحول عاليه شويه، فينفع مع الفروه الدهنيه. منتجات كتير، بس انا طبعا يعني الحاجات اللي انا بذكرها دي حاجات مشهوره شويه ونتيجتها كويسه. البرفورما، الهير باك، الروجين. تمام. الريجين. الريجين هنا بتاع مصر، اللي في مصر تقريبا 300 جنيه. الروجين بيجي من امريكا، طبعا سعره عالي شويه. الحاجات دي كلها بتشتغل بنفس الآلية، توسعة الأوعية الدموية علشان تدخل الدم اللي في البلازما للبصيلات. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بيحصل الصلع الوراثي. عرفنا ازاي بنعالج الصلع الوراثي عن طريق ان احنا بندي تريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي هنا بندي مكمل غذائي مع مينوكسيديل مع حاجه توقف الدي اتش تي هرمون. وطبعا الناس كلها اللي موجوده كانت بتبدا طبعا. 95% من البيشنت اللي انا بتكلم عليهم جربوا كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. يعني خدوا مينوكسيديل وخدوا مكملات، اوريدي ماشيين على الكلام ده، على مكملات غذائيه ومينوكسيديل، وفي اللي ماشي على الفينسترايد، في اللي بياخد سبرايز مختلفه. فكانت الكلو، بس كلو هنا ان ازاي ان احنا ندي حاجه توقف الدي اتش تي هرمون. فهنا يعني كيرلي كان ليه افكت محترم جدا في الحته دي. طيب، هل ينفع ان انا عندي صلع وراثي ابطل مينوكسيديل؟ امتى؟ اول حاجه لو انا باخد حاجه توقف الدي اتش تي هرمون، يبقى انا كده بدي كتف لهرمون الدي اتش تي. طيب، واثنين، ممكن اسحب المينوكسيديل بالتدريج، يعني اوقف المينوكسيديل على 3 4 شهور بالتدريج، ما عنديش مشكله. طيب، امتى ما اقدرش؟ لو الهرمون قوي، لو الهرمون بتاع الصلع قوي. في ناس عندها 16 17 سنه او 20 سنه وتلاقي درجه الصلع عنده 6. طب فين يا ابني؟ ما مشيتش بالراحه ليه؟ هو الهرمون عنده قوي، ده ما ينفعش يبطل. ما ينفعش يبطل، الهرمون عنده قوي. طيب، النهارده واحده راحت اتكشفت ولقت ان الفري تستوستيرون، زي مثلا النهارده واحده قالت لي كده، الفري تستوستيرون عندي مظبوط، ما عنديش مشكله. ايوه هو مظبوط، بس الهرمون او الكونفرجن، التحول للدي اتش تي عن طريق الفايف الفا ريدكتيز، نشاط الفايف الفا ريدكتيز ده عادي. هو اللي عمل كده، هو اللي خلى البصيلات التغذيه تتقفل، فيحصل عندك ثيننج، ترقق في الشعر، شعرها بقى يتبلى السير. وبعدين ما حصلش تغذيه كامله، فبدا شعرك يتقص. تمام. طيب. طيب، كده انا خلصت المينوكسيديل. في اي سؤال؟ بسمع ان النقط فيها كورتيزون ما ينفعش نستعملها فتره طويله قبل المينوكسيديل. لا، بص، الكورتيزون اللي ما ينفعش نستخدمه عن طريق الفم، اللي بيقعد معانا بالشهور يعني حتى يعني سنه سنتين ماشي كده، احنا عملنا مشكله ليه؟ الميه في الجسم هتتحبس، ممكن تؤدي ان انت يجيلك سكر. تمام. دي الحاجات اللي هي ما ينفعش. اما كورتيزون مخفف موضعي، لا. ليه بنقول برضو الكلام ده ما ينفعش اكتر من شهر؟ لان الكورتيزون بطبيعته بيعمل ثيننج للسكن، بيعمل سكن اتروفي. طبقه الجلد مع الوقت طبقه الجلد بيحصل لها ترقق، فلو في اكزيما هترجع اشد من الاول، لان الجلد ما عادش، فقد السمك بتاعه. تمام. يعني هو يعني حتى الناس بتقول لك الكورتيزون، أنا بستخدم كورتيزون عشان افتح بشرتي.
طيب ما هو بيعمل ايه؟ ما هو بيفتح عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيشيل بيكحت الجلد. هو مش مقشر، بس اشتغل ايه؟ كسايد افكت يعني. تمام. وعشان كده في حالات الاكزيما الدكاتره يعني دايما في اي حاجه، في اي فيها حاجه تلاقي الناس كاتبه كورتيزون. ما هو احنا الكورتيزون اخرنا اسبوع اسبوعين، بعد كده بندي مراهم بتشتغل بنفس تآلية الكورتيزون، بس ما بتعملش اللي هو الترهل في الجلد في الحالات الطويله زي حالات الاكزيما. حالات الاكزيما دي ما ينفعش الشخص ياخد كورتيزون اسبوع بس، ده لازم ياخد طول عمره. تمام. وبعدين الاكزيما دي آه، والصدفيه والحاجات المناعيه دي بتبقى بتتكرر، يعني النهارده بيسموها فلير، النهارده جت بعد اسبوع بتيجي تاني. تمام. ما هو بعد شهر بتيجي تاني، عشان امنعها تيجي لازم ادي مراهم تكنترول عليها عشان ما يحصلش الاتاك. نفس الكلام الاكزيما اللي بتيجي في فروه الراس، في ناس عندها اكزيما وصدفيه في فروه الراس، انا ما بديهاش اي علاج دلوقتي، لازم اعالج الاكزيما الاول. ماشي. لازم اعالج الاكزيما الاول. طيب، كده كده احنا اتكلمنا عن الصلع الوراثي واتكلمنا عن استخدام المينوكسيديل. في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ يبقى اخيرا مفيش حاجه اسمها علاج نهائي للصلع الوراثي. الصلع الوراثي اي علاج هتاخده هتكمل عليه، ملوش علاقه بالمينوكسيديل. محدش يجي لك في اعلان يقول لك تساله السؤال ده ويقول لك لا ان شاء الله لو انت بطلت شعرك مش هيقع. الكلام ده في التفاعلي، التساقط التفاعلي. تمام. التساقط التفاعلي لو انتوا دخلتوا على اي جروب وسالتوا على اي برودكت للشعر، تمام، هتلاقي فيه اجابتين: ده زفت وقع لي شعري، انا اسف يعني اللي بتسمعني. تمام. وفي تاني واحد في نفس الشات واحده قالت لك الله ده روعه ما حصلش. طيب ما هو دلوقتي ماشي، لازم نبقى فاهمين ان ممكن يكون التشخيص مختلف. تمام. طيب، يبقى كده في اي سؤال بالنسبه للجزئيه دي؟ ممتاز. طيب، آه، نيجي لحته النهارده انا عاوز ازود سمك الشعر. انا باخد كورس علاجي، طبعا علاج الصلع الوراثي مش اقل من 6 شهور، مش اقل من 3 ل6 شهور، يعني بدايه انبات البيبي هير عشان يطلع من الجذور للسطح من 3، تمام، ل6 شهور. النهارده ما ينفعش اخد علاج للصلع لمشكله تساقط الشعر واجي بعد اسبوع ولا انا ما خفتش، بعد شهر ولا انا ما خفتش. امتى التساقط يتوقف بسرعه؟ لو التساقط اللي عندك تفاعلي. لو انت عندك تساقط تفاعلي مجرد ما بتاخدي علاج اسبوع اسبوعين، وهتلاقوا في كومنتس عندي انا منزلها برضو على الصفحه ان الناس في ظرف يومين ثلاثه كان التساقط وقف. طب انت ازاي بتقول التساقط وقف وانا التساقط عندي شغال زي ما انا؟ زي الكومنتس اللي جات لي برضو يعني قريتها النهارده. ازاي ان هو انت بتقول اسبوعين اسبوعين التساقط يتوقف؟ ليه ما توقفش؟ لان الشخص اللي عنده تساقط تفاعلي خلاص، ما في الاوعيه الدمويه مظبوطه، ما فيش بلاج، ما فيش البصيله مش متشاله من الجذور، كل حاجه سليمه، مجرد التهاب، مجرد ان البصيله مش ممسوكه كويس اتعالجت خفت خلاص الشعر خد استقر، يبقى التساقط ايه؟ التساقط وقف. ده التساقط التفاعلي. طيب خدت علاج، هنا بقى نهتم يعني ناخد بالنا من النقطه دي بقى. التساقط الوراثي بالعكس، التساقط الوراثي لو انت اول مره تاخد علاج وسنك صغير، ناخد بالنا يا جماعه من المعلومه دي، اول مره تاخد علاج وسنك صغير، آه، اول شهرين من العلاج التساقط بيزداد. شفتوا الفرق؟ ده واحد توقف في اسبوع اسبوعين، ولو الدواء قوي او الكورس قوي ممكن في 3 4 ايام، ممكن تاني يوم. تمام. وانا والله نزلت ريفيو بهذا الشكل وصاحبته موجوده. تمام. وفي التساقط الوراثي لا، اول شهرين بيحصل حاجه اسمها متلازمه المينوكسيديل شيدنج، SHEDDING. مينوكسيديل شيدنج دي متلازمه بتحصل ان الشعر، اوكي، ان الشعر ال- الميت، مش احنا قلنا ان في شعر متعلق ميت؟ الشعر الميت ده بيحصل له فلتريشن، بيقع وبيبدا يتكون شعر جديد في خلال 3 ل 4 شهور. فاول شهرين لو انت ما انتش فاهم ايه اللي حصل لك، زي ما هتلاقي كومنتس كتيره جدا
ده المينوكسيديل وقع لي شعري، الله يخرب بيت الدكتور يعني. والله بنفس الكلمه كده. تمام. فطبعا هو مش فاهم، والدكتور يمكن ما عندوش وقت، او ممكن يكون الدكتور برضه مش عارف. وارد يعني، انا سألت كتير جدا مش واخدين بالهم من النقطه دي. او يعني روح شعرك وقع، لما شعرك وقع تعالى ازرع لك، يعني دي برضه كومنتس بلاقيها كتير جدا طبعا. شاب صغير صلع اقل من 5 سنين يعالج، صلع وراثي اقل من 5 سنين يعالج، صلع وراثي اكتر من 5 سنين لا، صعب. ممكن، ممكن بس صعب، انا ما بحبش الحالات دي ان انا جو ثرو. ليه؟ لان حجم البصيله بيصغر كل 5 سنين، بيحصل حاجه اسمها فوليكل نيوترايزيشن. حجم البصيله بيصغر كل 5 سنين. فانا اول 5 سنين بحتاج ان انا يعني بيبقى ممتاز جدا العلاج، اقدر الحقه. واحد عنده بقى له 15 سنه صلع وجاي بيقول يا دكتور انا عايز اتعالج، اقول له بص يا ريس، ده يعني ملهاش مقياس. في صور، في حالات عندي اوريها لك، افتح له الدرج واوري له حالات، وعندي فيديوهات كتيره جدا يعني اتعالجت، اتحسنت برضو، على الاقل المنطقه المانحه اللي بيزرع منها اتحسنت. وفي ناس كانت زارعه ولما خدت الكورس يعني، بس طبعا اللي انا بتكلم على الايديال الستاندرد، واحد عنده صلع وراثي بقاله اقل من 5 سنين وسنه صغير، يعني نتائج سريعه وكويسه. تمام. النهارده انت لو زرعت نتيجه الزراعه بتحصل بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور ل8 شهور عشان تبدا تحس ان نتيجه الزراعه. فلما نيجي نعالج بلاش الاستعجال، مش شهر ولا شهرين هيخففوه. طيب في ناس عندي خلال شهر شهرين ظهرت النتائج. انا قلت قبل كده الناس دي بتاخد علاجات قبل كده، ومجرد ما خدت بوش بدأ يحصل. طيب انا السماعه فصلت، مش عارف اذا كنتوا سامعين على الموبايل. الصوت على الموبايل واضح شباب؟ على ما تشحن بس شباب. صوت، سامعين؟ اوكي تمام ماشي. يبقى مين اللي يتعالج من الصلع الوراثي؟ شاب صغير سنه صغير، صلع وراثي اقل من 5 سنين. طيب. طيب واحد اكتر من 5 سنين خلاص كده، والله عنده تو اوبشن. يا اما ياخد سنه علاج، ده البروتوكول، اخد سنه علاج ما جابش نتيجه، على طول ابدا ازرع وارجع اخد تاني العلاج. طب سؤال معلش، انا هزرع، انت بتقول ايه؟ وانا زرعت وخدت شهاده ضمان من الدكتور، خلاص كده ما انا ليه شعري يقع تاني؟ ليه اخد دواء؟ لان حضرتك الكلام ده مش مظبوط. النهارده انت زرعت الشعر نفسه اللي هو في المنطقه المانحه، مش بتاثر بالهرمون، بس المنطقه نفسها منطقه التاج دي منطقه تريجر زون، بيجي فيها مستقبلات، عليها مستقبلات الاوعيه الدمويه اللي موجوده، بيحصل بعد كده ان يحصل لها تليف. ما بالظبط. ما هو الشعرايه بعد ما يحصل لها ترقق بتقع بسهوله. تمام. هي بتاخد وقت طويل، عشان يعني ممكن الشخص اللي عنده صلع وراثي ما يشتكيش من تساقط، يشتكي ان شعره بيخف مع الوقت، بعدين فجاه تلاقي شعره هر واقع منه كده. تمام. يبقى دي نقطه في خلال. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشخص الايديال في علاج الصلع الوراثي. اتنين، وانت بتتعالج من الصلع الوراثي او التساقط الوراثي او التساقط الهرموني، لو سمحت ادي فرصه للعلاج مش اقل من 4 ل6 شهور. المينوكسيديل لوحده، لو انت دخلت عملت سيرش كده امتى نتيجه المينوكسيديل بتظهر، بعد 6 شهور بيبدا يحصل نمو البيبي هير، وبتحصل على 80%. تمام. بعد 8 شهور خلاص وانتهى الموضوع، ما تقدرش تحصل على اي امبروفمنت. في تقعد سنتين 3 بتستخدم مينوكسيديل، هي نتيجه اول سنه هي نتيجه ثالث سنه. والناس اللي مجربه وشغاله على المينوكسيديل عارفه الكلام ده. ماشي. يبقى النهارده بحتاج كورس علاج. النهارده لو انت عندك دور برد خفيف بتاخد 3 4 ادويه. ما تجيش تقول لي عالج صلع وراثي دواء واحد، او انا دخلت على النت بعت للناس قالوا لي دواء واحد. اوكي، هو حاجه ليها دور ادويه البرد ماشي، بتاخد 3 ادويه، حاجه للحساسيه وحاجه البهدلاني دي تمام، حاجه للحساسيه، تمام، وحاجه للبكتيريا، وحاجه للحراره، وحاجه كده، يعني بتبقى ميكس. فالنهارده ودايما خدوا معلومه طبيه كده، تمام، معلومه صيدلانيه،
في حاجه اسمها سينرجستيك افكت، لما تستخدم مادتين لهم تاثير مختلف، نفس التاثير بس بتو ميكانيزمز اوف اكشن مختلفين، يعني ده بيشتغل من فوق ده بيشتغل من تحت بطريقه معينه، التاثير بتاعهم 1+1=4 مش 2، بيسموه سينرجستيك افكت. ماشي. لما يكون حد عنده مشكله قويه ابر ريسبيراتوري انفكشن وبياخد مثلا 2 مضاد حيوي مختلفين، ده بنعمل حاجه اسمها سينرجستيك افكت، بنقوي العمليه بحيث ان احنا نخلص. تمام. الالام مثلا، يعني وجع الركبه مثلا يعني لو انا استخدمت مسكن فولتارين مثلا، اوكي، واستخدمت او خدت سيلبريكس مسكن عن طريق الفم ودهنت فولتارين، النتيجه احسن بكتير جدا من ان انا اخد فولتارين وادهن فولتارين. اسمه سينرجستيك افكت، النتيجه اضعاف. يا جماعه المعلومه دي مهمه جدا في علاج، حتى في علاج الصداع والراس. النهارده واحد بياخد كورس علاجي مظبوط، ويعني بيصبر اول حاجه 3 شهور زي ما انا قلت، اول شهرين بيحصل تساقط زياده. ما انا هقول لك تتخن الشعريه ازاي علميا برضه، والمعلومه دي والله يا جماعه بفلوس قسما بالله، المعلومه دي صعبه، يعني صعب تلاقيها في اي حته ثانيه. ويعني انا عارف طبعا ان احنا يعني النهارده تلاقي في ناس مشغوله وكده والعدد برضه مش كتير، بس anyway يعني اللي عايز بيدور. تمام. والمعلومه تبقى موجوده ان شاء الله متاحه للجميع. النهارده انت عايز بتقول لي حالا دلوقتي انا عايز كريم يساعد انه يتخن الشعر. الشعرايه دي مش قلنا ان المينوكسيديل بيرفع الاناجين فيس، يعني بيرفع حاجه اسمها بروستاجلاندين، بروستاجلاندين اي. طيب ازاي نرفع البروستاجلاندين اف وازاي نقلل البروستاجلاندين دي؟ ببساطه جدا، عندنا قطره اسمها زالاتان، اللي هي لاتانوبروست الماده الفعاله، دي قطره بتستخدم للجلوكوما في العين. تمام. القطره دي بترفع البروستاجلاندين اف، بناخدها بنحطها على راسنا. يبقى ده واحد. معانا مينوكسيديل بيشتغل على البروستاجلاندين اف واي، وعندنا الزالاتان او اللوميجان. القطرات دي يا جماعه كانوا بيستخدموها الدكاتره الشاطره بتستخدمها في عمليه تتقيل الرموش والحواجب عند البنات. تمام. بتستخدمها تقول لك عايزه تقل رموشك تقلها حواجب، بتستخدمي قطره اللوميجان او قطره وانا ممكن اتكلمت فيها قبل كده ان هي كمان بترفع عمر الشعرايه فبتقلل الشيب. الناس اللي كانوا بتتكلم عن الشيب المبكر وسالوني مينوكسيديل بيعمل شيب برضو، يعني دي من الحاجات اللي هي بترفع الاناجين فيس علشان برضو ان انا اهرب من حته الشيب المبكر دي. يبقى دلوقتي بنستخدم القطره دي ليها طريقه، لان هي كلها على بعض 3 مللي، فبرضو ليها طريقه. طب لو انا عاوز اقلل البروستاجلاندين دي، الزيرتك ستريزين، الزيرتك بتاع الحساسيه بتاع الاطفال، القطره بتاعت الزيرتك بحط فيها اللي هي الليتانوبروست، تمام، اللي هي اللوميجان او الزلاتان او الابي بروست ايا كانت نوع القطره، بحطهم في بعض وبرجهم بحطهم في التلاجة، وكل يوم او يوم بعد يوم باخد 1 مللي بمشيه على الفرو. كده الشعرايه اللي خارجه من المينوكسيديل وخارجه من الكيرلي، ما هو طبعا ما هي لازم يكون لها تغذيه. البروتوكول بيقول لك غذي خارجيا وداخليا، يعني النهارده الكيرلي بيوقف الدي اتش هرمون وبيساعد في توسعه الاوعيه الدمويه، في مواد بتشتغل بهذا الشكل كلها ابروفد عشان برضه يبقى كلها ناتشرال. تمام. وفي جزء بيعمل بلوك محترم للدي اتش تي، فالشعرايه بتاخد الغذاء بتاعها كامل بس قصير، عمرها قصير مع المينوكسيديل. عشان كده المينوكسيديل الشعرايه ما بتاخدش السمك، وفي نفس الوقت الشعرايه بتقع بسرعه. عشان نرفع العمر بتاعها بناخد القطرتين دول نحطهم مع بعض. ماشي. ما هي الشعر الابيض النهارده يعني ليه سبب هقوله دلوقتي. تمام. انا كاتبها برضو في الحاجات اللي الاول، والحروق والجروح برضو هتكلم عنها برضو. ماشي. يبقى دلوقتي النهارده لو احنا عملنا الميكس ده، خدنا القطرتين دول حطيناهم مع بعض واستخدمناهم مع المينوكسيديل يوم بعد يوم. خدوا بقى المعلومه الجديده دي، الفيناسترايد ما ينفعش يتاخد عن طريق الفم. خلاص اتفقنا ان هو في مشاكل ذكوريه كتير. طيب حديثا في 8 دراسات ان انا اقدر استخدم الفيناسترايد موضعيا. ازاي؟ ببساطه جدا، باخد 5 6 حبات واطحنهم. طبعا هي معادله صيدلانيه صعبه شويه كعدد حبوب، ولكن هناخدها كده بشكل حبي. ناخد 5 6 حبات نطحنهم كويس ونحطهم في المينوكسيديل ونرج ونستخدمهم كسبراي. يبقى احنا كده
في دراسات، في 8 دراسات هنزلهم في وقت من الاوقات كده، اعمل فيديو صغير وانزل لكم الدراسات بتاعتهم. نتيجته ممتازه. زمان ما كانش الكلام ده موجود. وانا في دكتور من الدكاتره كان طلع لايف و... وقال مستحيل وممنوع ومحدش يحطه على دماغه يعني. وحاولت اكلمه عمل لي بلوك. ماشي. لا يا جماعه، في 8 دراسات وموجودين، ولو عايز ابعتها له برايفت ما عنديش مشكله، ابعتها له خاص. يتاخد اللي يتاخد موضوعيا وممتاز. بس برضو احنا زي ما قلنا ايه، في حاجه اسمها سينرجستيك افكت، هيجيب نتيجه بس مش النتيجه اللي انا بتكلم فيها. نتيجه ان انت بتعمل بلوك للدي اتش تي بكذا طريقه، دي اللي عامله النتائج اللي انتوا شايفينها عندنا. ماشي. الشعر الابيض بيبقى نقص الصبغه، نقص من الصبغه دي بيبقى نقص عن طريق ايه؟ نقص في الزنك والنحاس. الزنك والنحاس دول عنصرين مهمين جدا في تصبغ الشعر. زائد ان الاناجين بتاع الشعرايه، عمر اسمه اناجين فيز، العمر بتاع الشعر بيقل. فانا عشان ارفع العمر قلنا نجيب القطرتين دول. تمام. هتاخد عمر اطول. طيب ليه انا بقول نرفع عمر الشعر؟ لان اللي بيحصل كالاتي، في نقطه مهمه جدا، ودي شكوى بسمعها كتير. يا دكتور انا بتعالج وبقالي 6 شهور زي الفل، بقالي سنه زي الفل، شعر مظبوط وباخد مينوكسيديل وباخد واموري تمام. فجاه لقيت شعر وانا باخد مينوكسيديل شعر بيقع. ده تفسيرها ايه؟ الشعرايه كان عمرها في الاول 5 سنين، تمام، وبعد كده وقعت وطلعت بقى عمرها 4 سنين، وانت مع العمر شعرك عمال يخف، تمام، لحد ما بقى عمرها زيرو، ما كانش مكانها شعر، خلاص حصل لك بقى صلع هنا في المنطقتين دول، تمام، والمنطقه اللي في النص. لما يجي يرجع، انت فاكر ان هيرجع على طول كده اول اوف سادن يعني في 3 4 6 شهور شعرك هيرجع خلاص مش هيقع تاني؟ لا. تمام. اللي بيحصل ان الشعره دي بتموت بدري، وبتقعد 3 شهور كمان تطلع شعرك جديد، بس بتقعد فتره اطول. عمليه رجوع الشعر لطبيعته في الصلع الوراثي المبكر عمليه ريفرسبل، بتاخد نفس الطريق وهي رايح وهي جاي. شفتوا فرق ما بين الحاجتين التفاعلي عامل ازاي؟ التفاعلي ده حاجه بسيطه اصلا، سيلف ليميتد 6 شهور، 3 شهور هتخف، 6 شهور هتخف لوحدك. طيب ممكن يبقى تفاعلي ويقلب وراثي، زي مريض السكر كده، عمال يتخن 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 يتخن، ووالدته وهو عندهم سكر وهو ما عندوش، بس بسبب ان هو بوظ الدنيا وبقى عنده مقاومه انسولين، جاله بقى الجين الوراثي، يبقى بيسموه تريجر فاكتور. سبب واحد راح عمل اسمه ايه، بيسموه ايه اللي هو الكريمات الفرد دي، جلاد ولا مش عارف اسمه ايه، تمام، ما انت عملت مشكله، حصل التهابات في فروه الراس، تفاعل، يا اما بقى تليفي، يا اما بقى وراثي، يا اما خلاص انت فعلت الجين، لعبت في عدادات الجين الوراثي. ماشي. يبقى كده عرفنا باختصار يعني ايه صلع وراثي، ازاي بيتعالج، افضل بروتوكول علاجي انا بتكلم فيه دلوقتي اللي هو 3 حاجات: كيرلي اليلوشن عشان نوقف هرمون الدي اتش تي، يعتبر اقوى حاجه، تمام، اقوى حاجه بخبره وتعب سنين والله يا جماعه، مش عايز يعني اخلي الموضوع بيرسونال، في شركه موجوده وراه وهو يعني شركه بتعمل دعايه. الفكره كلها ان احنا بنحاول ان احنا النهارده بالتحديد وكل لايف بنحاول ان احنا نخدم الناس على قد ما نقدر. يعني انا في كذا واحد هيكون معانا ان شاء الله، يعني اسعد كده ان احنا نخدمهم كده ونجرب كده مع بعض كده الكورس ونجيب نتائج كويسه، يعني هنشوف الدنيا ونعرض الداتا عليكم ان شاء الله كمان قريبا يعني. طيب مين اللي ياخد كيرلي ايليلوشن؟ اللي ياخد كيرلي ايليلوشن اي طفل من سن 3 سنين، طول شعرك، تنعمي شعرك، تغذي الشعر، زيادة كثافة، روتين يومي، حاجة بريحة اللافندر، يعني هي حاجة سيمبل جدا، ومية يعني مش زيت، يعني حتى كمان كمادة يعني حاجة مش ما تعملش زيت، ما تعملش كلوجنج، ما تضايقش، ريحتها حلوة، مش يعني بتدي حياة للشعر، تحس ان شعرها كده فاق، ومعمول بالطريقة دي عشان خاطر ان هو يعني تستخدميه تحس ان هي حاجة مش ما تضايقش، وكروتين يومي سبيشالي كمان. انت عندك لو واحد عنده صلع وراثي او تساقط وراثي، سيبك بقى من التغذية والكلام ده والروتين اليومي، انت النهارده كل يوم بتحط علاج، فلو العلاج ده مش خفيف
ودي هنا كانت تشالنج على فكره، كانت نقطه تحدي ان احنا توصل لحاجه تكون خفيفه وفي نفس الوقت آه، يعني تكون فيري افكتيف. تمام. يبقى دي نقطه. يعني في ناس بتشتكي ان المينوكسيديل اويلي شويه وكده، ومش عاوزه تستخدمه عشان زهقت من حته ان هو برضه يعني ستيل برضه اويل، يعني مش عايزين نحط حاجه اويل. طيب هل ممكن ان احنا واحنا بنستخدم الكورس نوقف المينوكسيديل؟ ممكن نسحب المينوكسيديل بالتدريج في حالات الصلع الوراثي المبكر الخفيف. واحد عنده بس تساقط خفيف من هنا وبدأ ياخد الكورس وبدأ خلاص خف، ممكن يسحب. الله يرضى عليك حبيبي، الله يخليك يا احمد، مش منك ابدا. انا والله حرفيا انا يعني مش عايز اقول لكم ان انا عندي الرجي متعبه جدا. يعني انا لما بيجي لي كرونيك ساينوسايتس اصلا، يعني حتى هتلاقي، يعني كنت طالع لايف من يومين كانت الدنيا رايقه، اشوف تحت عينيا السواد والتعب ده من الالرجي ملهاش حل. باب النجار مخلع. وعلى فكره انا بتكلم بعفويه، والموضوع يعني اول مره يعني تجربه بالنسبه لي جديده وجميله والله. انا حاسس ان حاجه يعني واحد فاميليار مع الناس يعني. الديرما رول تساعد على نمو شعر الاجان. طيب الديرما رولر عباره عن ايه؟ هي فرشه فيها اسنان من مقاسات ربع بقى لحد 2 و3 و4. طيب الديرما رولر بتعمل ايه؟ هي وظيفتها ان هي بتمشيها على الفروه، ليها طريقه في الاستخدام. تمام. اثبت علميا ان هي بتسرع امتصاص وفعاليه الادويه اللي بتتاخد معاها. ده واحد. يعني لو انا استخدمته مع المينوكسيديل، مع اني ما بحبش حد يستخدمه مع المينوكسيديل لان المينوكسيديل موسع للاوعيه الدمويه، وانت لو اول مره تستخدمها ممكن تعور نفسك فتلاقي نافوره الدم. تمام. لو انت ما انتش عارف ازاي تستخدمها، انها خفيفه جدا وخايبه جدا على فكره. تمام. احنا بنستخدمها بس الفكره كلها ان احنا يعني نبقى عارفين بنستخدمها ازاي وما نضغطش جامد ونمشي باتجاه واحد، باتجاه تسريح الشعر. لو انت شعرك طويل بتلم شعرك كده وتسرح باتجاه الرابطه، بتمشيها باتجاه الرابطه. وظيفه ان هو بيعمل نقرات، بيعمل نقرات على الفروه. تمام. زي خدوش كده، فالمخ بيدي اوامر ان في منطقه محتاجه تتعالج، فبيبعت جروس هرمون بقى وجروس فاكتور والحاجات اللي هي بتصلح، تروح بقى ايه، تبدا يعني تزود بقى من الاكستشينج والتبادل ما بين الادويه وما بين لا يا حبيبي والله، ده بالعكس بالعكس. في اي وقت يا استاذ احمد، احنا قاعدين مع بعض يعني في المونتاج انا هقص الكلام ده، هحط بس الداتا اللي احنا عايزينها، ما احنا هنا بندردش يعني. ماشي. يعني ما فيش مشكله. استاذه ايه، اختاروا شوفوا الحالات اللي. طيب يعني هنختار حالات وربنا يكرم كده نمشي معاها سوا كده. يهمني جدا يهمني جدا ان احنا ناخد تجربه لايف. تمام. طيب الحروق والجروح. الحروق والجروح. ميرسي يا منى، ما تحرمش منك ابدا. الله يرضى عليك يا منى، من ذوقك والله، الناس الجميله دي. تمام. آه الحروق والجروح، حتى الزراعه ما ينفعش يعني في بعض الجروح، بس الحروق يعني حتى الزراعه، حتى زراعه الدكاتره كتير تقول ما ينفعش. في طريقه بتتعمل ازاي. آه جهاز كده بيتفتح، بيتعمل فتحه خصوصا مع مثلا لو في وحمه دهنيه، مثلا يعني وحمه دهنيه او ايا كان بقى، بيعملوا فتحه. الوحمه الدهنيه مكانها ما بيطلعش شعر، ولو في حرق ما بيطلعش شعر، لو في جرح كبير ما بيطلعش شعر خلاص، لان لو الارض كلها خلاص الجلد، طبقه الجلد اتشال. بنعمل ايه؟ بيفتحوا هنا ويحطوا جهاز كده زي كوره بلاستيك وينفخوا فيها، يفضلوا ينفخوا فيها اسبوعين 3 لحد ما الجلد بتاع فروه الراس، ما بين فروه الراس والجمجمه، يتمدد. اوكي. وبعدين ايه، يتشد، تقفل بيه تلاقي الطفل عايش او الشخص عايش دماغه كيس كده منفوخ. ده الاسترتشنج اللي بيتعمل علشان خاطر. دي طريقه جديده على فكره وممتازه جدا، اعتقد معلومه مش متداوله. طيب بالنسبه بقى لبعض الاسئله يعني سخيفه شويه. طيب هو العلاج مضمون؟ تاني يا جماعه الله يرضى عليكم، ده علاج.
اي علاج في الدنيا نسبه نجاح ونسبه فشل. بحته علاج مضمون دي، ما احنا قلنا مش ثلاجه ولا غساله ولا مش مندوب انا كريازي عشان يعني ده دواء. ده دواء، انت ناخد بالاسباب ونصل لافضل نتيجه، ده هدفي وهدفك. يعني انت ماشي بتاخد خمس ست ادويه، لفيت على دكاتره الدنيا ومفيش حد جاب لك نتيجه ومحدش قال يعني ما وصلتش للنتيجه. اعتقد ميك سنس ان احنا نصل لطريقه جديده تجيب معاك نتيجه يعني. ماشي. والحالات موجوده كلها حالات يعني حقيقيه، اللي موجود اللي معروض كله يا جماعه ناس ما نعرفهمش ولا يعرفونا، وناس ربنا يشهد، والناس اللي موجوده وتشهد وعارفه ان كل الحالات اللي بنعرضها ناس جربت. طب هل في ناس جربت كورس وما جابش نتيجه؟ اه في ناس جربت وما جابش نتيجه. آه، نسبتهم كتير؟ لا نسبتهم مش كتير. الاسباب ايه؟ آه، يعني قد يكون في اسباب داخليه ما حدش يقدر يعرفها. يعني في واحده قعدت تتعالج معاها 6 شهور وفي الاخر طلعت عندها اورام ليفيه في الرحم. ما هي ما عندها مشكله، ما عرفناها متاخر بقى 6 شهور برضو. يعني ال6 شهور كل شهر يا دكتور ما فيش نتيجه ما فيش نتيجه، ما انا برضو بشيل الهم. يعني اي حاله، اي حد، اي دكتور حد بيتابع حاله بيبقى عنده يعني بتبقى مسؤوله منه متعلق في رقبتها يعني. ماشي. طيب يبقى طرق زياده كثافه الشعر. لو انت عندك عادي خالص عايزه تطولي شعرك، واحده بني ادمه عاديه خالص ما عندكش اي تساقط، كيرلي ايلي لوشن. تاخد القطرات اللي انا قلت عليها، قطره زيرتك مع قطره اللوميجان. ممكن كمان يعني في بعض الحاجات كده جميله برضو يعني بتزود الكثافه وبتغذي برضو، ان بتجيب القرنفل وسكراتش كده القرنفل كده يعني ميرسي يا ندى، ميرسي. جميل. يعني تولع كده في القرنفل وسيبه يبرد ويمشيه على فروة الراس، بيغمق الأرضية وفي نفس الوقت بيغذي بيغذي الفروة. دي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل برضو. تاخد مكمل غذائي، لازم تاخد بيرفكتيل، برايورين، فيفسكال، هيرتونيك، بنتوجار. بس بلاش بنتوجار للنساء، لأن البنتوجار يعني الشكوى المنتشرة للنساء إن هو بيطلع شعر في الجسم. تمام. كده احنا اعتقد اسئله كتير. يبقى برضو هاكد على نقطه تاني يا جماعه، الناس اللي عندهم صلع وراثي، تساقط وراثي، ما تبصش للتساقط وقف ولا ما وقفش، بص للبيبي هير الجديد اللي اتكون، بدا يتقل، بدا ياخد السمك بتاعه، يبقى انت ماشي صح. امتى التساقط يتوقف؟ انت معاك طول ما انت بتتعالج حسب. لو انت عندك صلع بقالك سنه، التساقط خلاص هيقف بسرعه ومش هيحصل عمليه الريبليسمنت دي. اما انت عندك بقالك 5 سنين عندك تساقط، مش لوجيك اصلا انك تسترجع شعرك في 3 شهور. مش طبيعي اصلا، ما بيحصلش الكلام ده. بتحصل بتلاقي تحسن. طيب النهارده الناس انا والله في ناس حرفيا بتاخد الكورس من هنا بعدها يعني بشهر الساعه 4 الفجر دكتور تلاقي له 4 شعرات وصغيرين. ليه ما طولوش؟ ليه ما يعني هي الفكره كلها ادي مساحه العلاج. مساحه العلاج من 3 ل 6 شهور احنا بنحس بالتحسن. البيبي هير بيطلع من 3 ل 4 شهور، يعني في الشهر الرابع بتلاقي تحسن. ممكن قبل كده، ممكن. تمام. ولكن ما ينفعش اقول شهر وما اجيبش نتيجه. ما فيش حاجه في الدنيا بتعمل كده. اللي احنا بنشوفه على النت ان الاعلانات اللي هو في ظرف 15 يوم هتطلع لك 4500 بصيله. اقسم لك والله يا جماعه انا سمعت اعلانات كده 1500 بصيله في مش عارف 10 ايام. يعني ايه 1500 بصيله؟ انت هتخلق بصيلات؟ كلام يعني لا يعني لا علمي ولا نظري. والناس والناس عايزه كده، الناس عايزه ان هي تخف بكره الصبح، فبيلعبوا على حته الايموشنز. واحد بيقول لي طب انا كيرلي لوحده مش كفايه؟ يا ابني الله يرضى عليك انت يعني هو في حاجه اسمها تخش على دكتور تاخد وصفه طبيه تقول له دكتور لا معلش الوصفه دي مش هاخدها، ده اول واحد بس كفايه؟ انت فين؟ دول ناس بتبيع على النت، ده بياعين، ده دواء، هنتكلم في علاج. فنفصل. انا مقدر ان في ناس ما تفهمش حاجه زي كده وبتعلق بكومنتات سخيفه وانا ما بحبش اكون وقح مع حد وان انا اعمل بلوك. انا بحس ان هي حاجه وقحه جدا وحاجه مش لذيذه ان انا اعمل بلوك لحد. مين انا عشان اعمل بلوك لحد؟ بس الفكره فعلا ان احيانا بيبقى في ناس مؤذيه بطبعها. النهارده لما اقعد اقول لما اقول لما اقول المنتج ده وحش او الحاجه دي وحشه نتيجه
يا اخي ممكن يكون الشخص ده، مش هقول بقى، ممكن يكون الشخص ده من الشركات المنافسه اللي وظيفتها، ما هو الماركت من متنيل في مصر يعني. مفيش الرقابه اللي هي على حاجه زي كده. تاني مرحب باي تعليق شباب، اي عاد حد عنده تعليق اتفضل بكل ادب وكل احترام، بعلمي هرد علمي، مفيش اي مشكله خالص. والله ما جابش نتيجه ممكن عادي زيه زي اي علاج، بس نسبه كبيره جدا فوق ال 90% حرفيا من الكريتيريا اللي انا بتكلم فيها شاب عنده صلع اقل من 5 سنين. الناس اللي موجوده اللي في 15,000 على الصفحه، ناس كتير جدا. واي حد بيتعالج عندي ببعت له اللينك، عشان ناس كتير جدا تم علاجها، وممكن هي مش عايزه تتكلم، مكسوفه بقى يعني، حاجه مثلا يعني مش عايزه تقول ان هي كان عندها مشكله. احنا بشر يعني، ولينا حق ان احنا يبقى عندنا بريفسي بتاعتنا، وما عنديش مشكله خالص في النقطه دي. بس يعني واحد امبارح رد. احنا خدنا الدسكشن في حته تانية، بس زي ما انا قلت هفلتر الكلام ده كله يعني اللي حابب يقعد معانا ندردش، ادينا قاعدين مع بعض يعني. آه، يعني حاجه تزعل. فحته التاني باختصار، زيت القطران كويس. بص، هما من الناس الاساتذه في الموضوع ده الهنود. يعني انا كان عندي واحد هندي صاحبي، كان يعني كانت ريحته وحشه مش عشان الشطه يعني. مثل لعشرة هنود يعني، لا مش عشان الشطه، عشان القطران ده. فاهم؟ وفي ناس بتحط الجاز الابيض، وشفت حالات كتيره جدا جاز ابيض وكان جايب نتيجه كويسه. باي ذا واي، بس مش بقول لكم اعملوا كده يعني، برضه انا بتكلم على يعني حاجات شفتها يعني. بس انا يعني لما بدي معلومه بديها بالدراسات الطبيه يعني، يعني تمام. حته الزراعه انا اتكلمت عنها قبل كده، ان بعد الزراعه محتاج اخد كورس علاجي. بعد الزراعه محتاج اخد كورس علاجي علشان ما يحصلش تليف للاوعيه الدمويه تاني، واخسر نتيجه العمليه بعد 5 سنين. الناس اللي عملت زراعه والزراعه بعد سنتين لسه الشعر زي ما هو، كانت نتيجة الكورس محترمة جدا معاهم. عندي نماذج محترمة جدا، واخوة افاضل موجودين عندي برضو على الصفحة. كانت النتائج كويسة. يبقى لما يكون عندك صلع وراثي وبتاخد علاج، اصبر 3 4 شهور. طيب بعد ال3 شهور مفيش نتيجة، بنقف خلاص كده. بعد ال3 شهور نبص، جايز يكون انت عندك مشكلة في الانزيم اللي بيحول المينوكسيديل لمينوكسيديل صلفيت. نبدأ ندخل الاكريتين، نبدأ ندخل يعني الاكني فري اداب لا، بنتكلم عن الاكريتين بالتحديد، اللي هو التريتينوين، ماده التريتينوين نفسها. تمام. بعد ال3 شهور بنبدا نفكر في الكثافه بتاعه الشعر. تمام. بعد ال3 شهور نبدا نفكر في الكثافه بتاعه الشعر. طيب الاسئله بقى اللي كانت بتقول طيب علاج مضمون، طبعا قلنا مفيش حاجه اسمها مضمون، فرجاء يعني يعني هي نسبه. اي حد صلع اكتر من 5 سنين ما ياخدش كورس علاجي، يريح دماغه، الا اذا كان و... وعنده مساحه ان هو يجرب. اما هو بما يرضي الله يعني العمليه صعبه يعني. من وسط 5 حالات ممكن يكون عندي حالتين يجيبوا و3 لا. تمام، يبقى دي نقطه. طيب واحد بيتعالج وقعد 6 شهور ومفيش نتيجه. طيب ما هو واكتشفنا، وفي حاله كانت كده عندي بعد 6 شهور ما كانتش في نتيجه، وطلع في الاخر ان هو عنده تساقط تليفي. مفيش بصيلات، راح كشف بالدرموسكوب، الدكتور قال له مفيش اصلا بصيلات، انتهت، اللي عندك ده تليفي. فخلاص هي خد فرصه وما كانش فيه نتيجه. هيزرع ويرجع تاني ياخد ادويه، بس غير بقى الادويه التانيه، هياخد ادويه للمناعه. هياخد بقى اذا كان هياخد سولوبريد، اذا كان هياخد مراهم اللي هي التاكروليماس، الدراسات الحديثه. التاكروليماس اللي هو زي البروتوبيك، بيبقى كويس قوي في حالات، طبعا لو في دكاتره بتتابع برضو اللايف. البروتوبيك مع النت لوك، تخيلوا البروتوبيك مع النت لوك في حالات الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. يعني دوروا على الدراسه دي في النت لوك بتاع حب الشباب، وهو تريتينوين. تمام. الايزوتريتينوين مع مين؟ مع التاكروليماس، مرهم المناعه. لقوا انه بيدي نتيجه كويسه جدا مع الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا، تليف اللي هو تليف انحسار خط الجبهه الامامي عند النساء. لقوا انه بيجيب نتيجه كويسه جدا مع الحالات دي، سبيشالي في اول سنه.
طيب عشان كده يا جماعه لما تلاقوا تساقط شعر روحوا اكشفوا. بلاش ان انت تخش على النت وتسالي الناس، الناس بتفتي، كله بيفتي، والله كل الناس بتفتي. عمر ما لقيت حد بيتكلم في حاجه دواء الا لما لقيت ان اللي بيجاوب، لقيت اللي بيجاوب ناس كتير، وكل واحد بيتكلم في حته تانية، وفي ناس بترعب. يعني واحد بيقول لك ده الحبايه دي ممكن يموت الصبح. فهي ما يعني اعتقد السؤال هنا لازم يكون في مكانه يعني. اعتقد كده. سؤال ليه الكيرلي مش موجود في كل الصيدليات؟ برضو سؤال احد الشباب بيساله، برضو كنت مسجله. هي الفكره كلها ان هو مرخص وزاره الصحه، وموجود في صيدليات الطرشوبي، لا اكتر من 150 صيدليه على مستوى الجمهوريه. وحاليا يعني ان شاء الله يعني موجود في بقيه الصيدليات. ولكن في بعض الاماكن طلبت ارقام فلكيه، يعني خصومات. ده سوق بقى تجاري، بقى خصومات كبيره جدا فوق ال 50%. فالنهارده هو سعر الحاجه اصلا بسيط، يعني سعر الحاجه جاي موجود عشان يخلي الناس كلها تقدر ان هي تاخد الخطوه دي وتعالج. يعني الاماريل مثلا سعره رخيص 10 جنيه ولا مش عارف كام. هل الشركه بتخسر دواء السكر؟ لا، بس هو عشان فعال والناس كتير بتجرب وبتاخد. في حاجه بيسموها بنتريشن استراتيجي في التسويق، بيسموها بنتريشن استراتيجي، ابيع كتير والسعر قليل. دي في التسويق. وفي حاجه اسمها سكيمنج، زي الايفون مثلا لما يجي ينزل 50,000 و70,000 و100,000. ليه؟ سكيمنج، اللي هيشتريه عدد قليل، بس انا كسبت منين؟ من الاوفر برايس بتاعي. فالنهارده عشان اوصل للحاله او الشركه توصل ان هي توفر الحاجه في الصيدليات، محتاج ان انا اخلي العبوه بدل ما هي ب 180 جنيه في الصيدليات اخليها مثلا ب 500 جنيه. مين اللي هيدفع؟ حضرتك يعني. فده يعني انا عارف الناس بتدور ان الحاجه تكون مرخصه، هو مرخص وزاره الصحه وموجود في الصيدليات بيدويه يعني. انا بس معلش هناخد دقيقتين بس اتكلم عن النقطه دي، عن المنتج بالتحديد، عشان يعني الناس اللي متابعه عارفه ان انا على طول بعرض حالاته يعني. ولكن احنا زي ما احنا، انا حابب جدا ان احنا يبقى في دايفرستي، نتكلم عن كل حاجه. الشركه فيها منتجات خاصه بالعظام وجميله، يعني ممكن برضو ان احنا نعرضها، حاجات جميله جدا جميله جدا. وممكن تبقى وعلى فكره الهدايا اللي هتتوزع على الشباب على الصفحه عندي من ضمنها الكريم لالام العضلات وبتاع، جميل جدا. طيب يبقى هنا بس الفكره كلها عمليه ان احنا نوفر الحاجه بسعر ومع الوقت هم هيطلبوا الحاجه، اي حد هيطلب يعني. لما تلاقي انت حضرتك تروح الصيدليه وتطلبه، انا عايز كيرلي ايلولوشن، وده يطلب وده يطلب وده يطلب، الضغط طبيعي. فين الشركه؟ ممكن هو عايزين ب 5%. ماشي. آه، انا كده كل الاسئله الخاصه، اعتقد لو في اي سؤال خاص بالتساقط الوراثي يا جماعه اساله. يبقى بس ككونكلوجن، صلع وراثي علاجك من 3 ل 6 شهور كبدايه تحسن. ما تستناش نتيجه في اول شهرين ثلاثه. شعرك لو وقع ده شيء طبيعي، لو اول مره تاخد ادويه، او لو انت بتاخد ادويه ضعيفه، مجرد ما بتاخد دواء فعال بيحصل ريست، بيسموه مينوكسيديل شيدنج، دي متلازمه، خش دور عليها. انسى الكلام اللي انا بقوله ده كلام يعني، خده وراجع ورايا عشان برضو تلاقي الداتا كامله، تلاقي الداتا كامله. ماشي. يبقى ده بالنسبه للتساقط الوراثي. تساقط وراثي اكتر من 5 سنين، بدل ما تدي لنفسك 6 شهور علاج، طول بالك يعني، خلي بالك طويل جدا في حاجه زي كده. يعني لو انت عاوز تمشي زي ما قلت سنه ما فيش نتيجه، ازرع. آه، التساقط التفاعلي، التساقط بيتوقف تماما في خلال اسبوع اسبوعين، قبل كده كمان. تمام. آه، في التساقط التفاعلي الجايد لاينز بتقول ايه؟ بتقول ان احنا لازم ناخد حاجتين: دي اتش تي بلوكر. شفت بقى؟ مش وراثي اهو، تفاعلي. لازم ناخد دي اتش بلوكر زي ايه؟ كيرلي ايلولوشن. اتنين، لازم ناخد حاجه تدعم البلازما زي بيرفكتيل، هيرتونيك، برايورين، فيفيسكال، هايبوتنسي. بس كده انا اتكلمت تقريبا. هنتكلم على قشره الشعر برضو. القشره عندنا الناس اللي سالت عن القشره. القشره ممكن تعمل تساقط، طبعا ممكن تعمل تساقط. وفي فطر اسمه الميلاسيزيا بيبقى عايش على الفروه. والغده الدهنيه بتفرز كل شويه. الغده الدهنيه اللي داخل كل بصيله بتفرز الدهون بتاعها. السيبوم ده بيطلع، طبعا بيتغذى بقى عليه البكتيريا وبتاع، فبتبدا بقى مع القشره بيبدا بقى عندنا بقى نوصل
للالتهابات، وممكن تلاقي ريحه شعرك وحشه، في ناس كده يعني. حد بعت لي ريحه شعر وحشه، معناه ان في فطريات. نبدا بقى نعالج. بناخد فلوكورال كبسولتين مره واحده النهارده، وبعد اسبوع نكررها، اللي هو الفلوكونازول او الاتراكونازول. تمام. الاتراكونازول من الحاجات برضو اللي طولت المدى شويه. تمام. في ناس اللي كانت بتشتكي ان يعني ما نخشش في الاعراض تاني، خلينا نتكلم بس على الشعر. تمام. والكريلا لوشن او الكورتيزون المخفف ده بيدوب وبيقلل الالتهاب بتاع الفرو. ماشي. في شامبو نيزورال كويس جدا، نيزابيكس. تمام. كيتوكونازول على فكره احد الحاجات برضو اللي لازم اقولها. كيتوكونازول عليه دراسات ان نفس فعاليه المينوكسيديل 5%. يعني الناس اللي عندهم صلع وراثي ممكن يستخدموا النيزورال كتنشيط للفرو. جل ساج، بحق ربنا سحر الله يرضى عليك، ده الجل اللي هو بسم الله ما شاء الله. عملت كمادات الله يرضى عليكي فعلا يعني. الاختفاض اهلا وسهلا بيكي. بالنسبه لساج، ده الجل الخاص بالركبه. يا جماعه حاجه جميله، حاجه جميله. بيسكن الالم في يعني في 3 4 دقائق، حاجه سريعه جدا. طيب ممكن نوع شامبو يكون فيه سلفيت عشان ينظف الفروه من حمام الزيت بس ما ينشفش. بص، هو اي شامبو فيه سلفيت هينشف عشان تبقى عارف. بس انت ممكن تعملي ايه؟ ممكن تعملي تستخدمي كريمات ترطيب. كريمات ترطيب عندك ديفول انا يعني من الحاجات الخفيفه جدا. كريم خفيف جدا. وفي بقى لو انت شعرك محتاج حاجه ترطيب اقوى، ممكن اللي هو اسمه زيت الارجان. زيت الارجان من الزيت الوحيد اللي بيدخل جوه الشفط بتاع الشعر. يعني كل الزيوت تبقى بره، زيت زيتون، زيت جاجوبا، مش عارف ايه، الروزماري، كل ده بره الشعر. الوحيد اللي بيدخل جوه الشعرايه زيت الارجان. فعندك اللي هو سومافي وكلاري، الكريمات دي. سومافي ليف ان ممتاز. سومافي ليف ان بزيت الارجان ممتاز. في سيروليز سيرم بالارجان ممكن ترطبي بيه حته صغيره كده في ايدك وتمشيه بيه، ريحته جميله جدا وبيرطب. في بعض الناس يعني طبعا مش كل حاجه بتمشي مع كل الناس يعني، بس دي كانت الريفيوز بتاعتها محترمه جدا وكويسه. المونوكسيديل يستخدم على كامل الشعر ولا اماكن الصلع بس؟ لا، على كامل الشعر. بص، هو بيستخدم في المنطقه دي، في منطقه التاج. هو الست بخات منطقه التاج بس. ده بالنسبه، ده معناه كلمه كامل الشعر. كيرلي على كل الشعر. تمام. بس المونوكسيديل في منطقه التاج، المنطقه اللي فيها تليف المشكله. طيب حته ان هو استخدمناه هنا ولا استخدمناه هنا، هو كده كده اصلا موجود 12 ساعه بيقعد يلف وبيلف في الجسم كله، بس تركيزه كله في المنطقه دي. تمام. وبيقعد 24، بيقعد، والجرعه الواحده بتقعد آه، بتقعد 18 ساعه الهاف لايف بتاع المينوكسيديل. الناس اللي بتقول نستخدمه مره في اليوم، لا، هو 18 ساعه. بعد ال 18 ساعه انت سبت الهرمون يستفرد بيه تاني. يبقى احنا النهارده لازم خلال، عشان كده بنقول يا جماعه خدوا الجرعه كامله. واحد ياخد الحالات اللي برضو اللي كانت قبل كده، تلاقي واخد كيرلي واخد مينوكسيديل واخد مثلا هير تونيك واخد وديرما رولر ومعمول له كورس محترم. ابص الاقيه يا دكتور معلش انا بقالي 3 شهور. طب مفيش نتيجه ليه؟ مفيش نتيجه. اصل انا ما كنت بجرب مره في اليوم وما خدتش المينوكسيديل. ليه ما خدتش مينوكسيديل؟ لا والله خفت يا دكتور. طب انت جاي لي بعد 3 شهور تقول لي خفت؟ طب ما انا بشرح اهو. خفت من ايه؟ العلاج علاج، وانا ما اقدرش النهارده يعني في بروتوكول علاجي نمشي عليه عشان نصل للنتيجه. طيب انا على فكره من اول الناس اللي نغم، ازيك يا نغم؟ اهلا وسهلا بيك. انا على فكره من اول الناس اللي جربت كيرلي انا وزوجي، ما شاء الله، ولسه ماشيه عليه بسم الله ما شاء الله كروتين يومي. شكرا. وريحته حلوه قوي. جميل جميل. وحاله من الحالات. انا بشكرك طبعا انت شاركتي. يا ريت بقى الناس ترد على الكومنتس. الكومنتس على فكره في بعض الاعلانات مموله. انا عامل اعلانات مموله وكده، فممكن اللي جاي ما يعرفش اساسا الصفحه وما شافش الحالات وما شافش الفيديوهات ومش عايش معانا يعني على البيج. كل شويه بنزل انا حاجات وكده، ممكن ما يكونش شايف الكلام ده.
ف... فبيدخل على الخلفيه بتاعته ان زيك زي اي حد. بس والله الناس لو تعرف حاجه زي كده يعني. آه، استاذ عمرو امبارح كان كتب كومنت. عمرو محمد كان كتب كومنت بيدافع طبعا يعني انا مبسوط. هو كان لقى نتيجه كويسه فبيدافع عن المنتج. واحد دخل بيقول له انت معاهم. فهي مهما عملت هو ما الناس ما عندها قناعات، وهو رزق زي ما انا قلت. يعني بقول دايما العلاج رزق، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى مقسم كل حاجه من ضمنها العلاج. فده من ضمن التقسيمه. لو مش رزقك مهما بقى عملنا، مسحنا، اتحايلنا، اتكلمنا، اتصلنا، عملنا، هي الفكره في برضو الفكره برضو في الكورس اللي بنقدمه في حالات الصرع الوراثي. ان الدكاتره موجودين عندي على طول اليوم. من بعد من بعد 8 الصبح ل 12 بالليل يوميا. تمام. يوميا الدكاتره موجوده وبترد على كل الناس. اعتقد اي حد اساله، اي حد بدا ياخد كورس او متعامل معانا بالفتره، ما يقول لك ده الناس ما على تواصل مستمر. ويعني آه، وده اساسي لازم يكون مع كل الناس. طبعا انا برضو بحذر الناس من شركه بايوتين بي 7. الناس دي والله انا السبب في الصفحه اللي انا عملتها طبعا دي. انا قلت ماليش في السوشيال ميديا، بس السبب الاساسي ان انا مهدمي محروم من الناس دي. والله العظيم الناس الحالات دي انا بتابعها من فتره ومبسوطين في صمت. يعني الناس مبسوطه ومنتج وفي شركه موجوده ومش والدعايه شغاله لوحدها وفي قسم ماركتنج خاص. بس الفكره كلها ان احنا تعبنا مع الحالات دي ومبسوطين جدا بالنتائج. لقيت واحد شركه واخده الصور وحاطه صوره المنتج بتاعهم ايا كان بقى، فعال مش فعال. مش دي قصتي. انا مش بتكلم في منتجات فعاله، انا بتكلم في نزاهه. اذا كنت انت قبلت حاجه زي كده فطبيعي ان انت صحه الناس بالنسبه لك هتبقى ايه؟ عمرها ما تبقى رقم واحد ايا كان. فاحذروا يا جماعه. الناس دي خدت صور الحالات موجوده عندي على الصفحه، والناس موجوده والناس عملت فيديو. يعني الاستاذ احمد كوكي طلع عمل فيديو يعني ينتقد ويتوعد، وعملنا محاضر والكلام ده كله. بس يعني ما زال برضو كل يوم والله بلاقي ناس بتتعامل معاهم ولكن ربنا كريم ان شاء الله. يعني احنا عايزين نحمي بس اكبر عدد من الناس عشان ما تتورطش معاهم. انا اسف، ما بحبش اتكلم عن شركات او عن ناس ولكن هو الفكره ان دي عمليه احتيال صريحه. يعني ناس خدوا صور حالات وحطوا صور منتج وبيبيعوا المنتج ان هو بيعمل النتائج دي. آه، انا طولت عليكم قوي النهارده. لو عايزين نفنش اللايف. آه، عشان برضو الناس ما تتعطلش. فرصة سعيدة طيب خلينا نجاوب برضو على الأسئلة مع بعض برضو. طيب هل فعلا المنتج فعال وبيجيب نتيجة مع أي حد؟ لا، بص، حتة إن أنا أجيب نتيجة مع أي حد غلط. ما فيش منطق لكده. ما فيش حاجة في الدنيا كده. أي دواء في الدنيا يا جماعة 50% سكسس ريت ده آخره. ال 60 ده يبقى بومينج. تمام. يعني النقطة دي ما تقدرش تعممها. هو فعال. نسبة نجاحه عالية مع الناس اللي عندها صلع وراثي أقل من 5 سنين وسنها صغير. 25 ل 30 سنة ايديال تريتمنت. الكورس ده ذا بيست. لو في حاجة تانية جابت نتيجة تعالى. يعني طيب. آه الله يرضى عليك يا نغم. يعني احنا سعداء والله ان انت فين امبارح كنا عاملين لايف. طيب سامي شكرا. ابلغهم اقول لهم الناس مبسوطه. انا عايزين حد يعني يقول لنا اي تعليق سلبي، يعني حتى نقدر ان احنا نتكلم على العام، حتى نشرح. انا اتكلمت عليها. اللي عنده صلع من قبل ال 25 ما عندكش مشكلة. بص، السن الصغير هنا يشفع لك. يعني لو عندك 7 8 سنين بس سنك 25، يعني يعتبر بالنسبة لي برضو فريش. استاذ محمد الخولي هتلاقي في فيديو ليه على الصفحه. الراجل ده كان هو شغال في الشباب العربي. ومحمد محمد عنده 28 سنه اعتقد، وكان عنده صلع اكتر من 5 سنين. وفي ظرف 3 شهور هو طلع عمل فيديو على فكره. وغيره كتير، بس انا بتكلم عن
عن الحاجه الشيرد اللي موجوده على الصفحه يعني. بص 25 سنه حد يقول لك ازرع وانت عندك 25 30 سنه بيضحك عليك. ليه ازرع ليه؟ وانا هزرع هدفع ماشي، واتنين ممكن ببساطه جدا يجي لي شوك، شعري كله يقع وافضل قاعد بعجز بقى لمده سنه سنتين. ممكن اعمل تليف للمنطقه اللي انا زرعت فيها. يعني برضو هي برضو في مراكز كويسه ما اعرفهاش شخصيا، بس اصدقائي بيبعتوا لي لو انتوا عايزين اسامي ليها ممكن على البرايفت ابعت لكم ماشي. بس الفكره كلها ان الزراعه اقل من سن 25 سنه 30 سنه لا ما يزرعش، ياخد علاج. طيب اي نوع من المينوكسيديل ما عندكش مشكله مع اللوشن، بس الفكره ان المينوكسيديل يعني مش عارف اقولها ازاي، بس النهارده انت ممكن يبقى عندك قابليه تصنع بتركيزات عاليه وتروح تقول للمصنع نزل لي نص التركيبات دي، والمصنع عادي مش امن على السجاده ما عندوش اي مشكله. وصلت؟ فالنهارده دايما اختيار الشركه طبعا وزاره الصحه عامله بتشتغل وفي رقابه وكل حاجه، بس انا اقصد الضمير ده برضو الواحد لو ما عندوش ضمير خلاص انسى يعني. لو ما فيش ضمير يحكم ده في التصنيع وفي حد في السلسله فاسد هتلاقي المشكله يعني. فالافضل اختار مينوكسيديل معروف، شركه معروفه، بس ما عنديش اي مصلحه لاي شركه. انا راجل ما بطلع بتكلم بمزاجي، لا حد يقول لي خد اعمل لي دعايه ولا اعمل لي الكلام ده. انا بتكلم لو الحاجه كويسه هقول كويسه، عشان كده ما عشان نبقى فاهمين يعني. مثلا البرفورما انا شايف ان هو مع النتائج معايا كان كويس جدا، وانا هو البرفورما يعني مثلا يعني مينوكسيديل اهو كل يوم احط مينوكسيديل قدام وانا ما عنديش صلع وراثي يا جماعه، مش هصلع عشانكم يعني. الصلع بعد سن 48 وصلع بسيط كمان جوانب فقط، ده يتعالج ولا يسلم نمر؟ بص يعني انت بتقولي صلع بسيط ومن فتره بسيطه، لو صلع بتاع السن من فتره بسيطه يعني برضو الدنيا بتبقى صعبه يا جماعه، صعبه مش مستحيله. وفي حالات عندي على الصفحه نزلتها فيديوهات، بصوا عليها كده هتلاقوا بس طبعا ما بلاش ياخد من باب العلاج يعني ياخد من باب العلاج. كده احنا اتكلمنا في كل حاجة. انا يعني لو حد عنده سؤال تاني. عرفنا بقى فترة علاج طيب بشكركم واسف ان انا طولت عليكم. هنشوف كده الناس اللي كانت على اللايف وعملت كومنت هنشوف كده نحاول نختار حد يعني نمشي مع بعض كده في بلان ونعرض النتائج على الناس كده، وكل سنة وانتم طيبين. اي سؤال على الخاص انا موجود، الدكاترة موجودين. هنحاول انا كده متهيألي الجزء الصلع الوراثي ده كده كامل. لو في اي حاجة. طيب انت متخوف يا استاذ عبد الله من المينوكسيديل، فممكن شرح بسيط. انا يمكن شرحت. الله يرضى عليك انا ما بتحبش منك ابدا لكن مثل وزيادة. شرحت انا دلوقتي المينوكسيديل، لو رجعت بقى سمعت اللايف هتلاقيني متكلم عنه بكل تفاصيله، ازاي نتعامل مع الاعراض الجانبيه، امتى ان احنا نبدل المينوكسيديل، طريقه استخدامه، طريقه السحب بتاعه. احنا النهارده بنسحبه في 3 شهور بالتدريج. تمام. ايه تاني؟ الاسعار يمكن حالا الايام دي زادت شويه. تمام. عندنا البرفورما كان ب 77 بقى ب 105. الهير باك ب 105 معرفش بقى زاد ولا لا. الروجين ب 300 معرفش زاد ولا لا. يعني الاسعار فيها طبعا. ده الروجين بقى الامريكي ب 1500 تقريبا، ده اخر حاجه انا سمعتها. تمام. دي بالنسبه للاسعار.
كل التفاصيل. ما تخافش من المينوكسيديل. المينوكسيديل ممكن لو ينفع ان انا انزل هنا حاجه، ابعت لكم دراسه عن المينوكسيديل ان هو الخرافه تقول، ابقى هنزلها على فكره، هنزلها على الصفحه. ماشي، هنزلها على الصفحه. تمام. ودي كانت ليكشر محاضره في سكول اوف ميديسن. سكول اوف ميديسن كانت في دكتوره كان عندها ثعلبه شامله باي ذا واي، يعني هي الدكتوره السبيكر اللي كانت بتتكلم مع الدكاتره. موجود على اليوتيوب على فكره بقى، ممكن انزل لكم البرزنتيشن. وبتتكلم بتشرح، بتقول ان في خرافه بتقول ان المونوكسيديل، انا خدت المونوكسيديل، دي الترجمه بتاعتها، انا خدت المونوكسيديل خدت المونوكسيديل شهرين مفيش نتيجه، كده المونوكسيديل مش جايب معايا نتيجه. هي كتبت ايه في الحقيقه؟ المونوكسيديل محتاج 6 شهور عشان يلاقي نتيجه. يبقى النهارده يا جماعه الخير نصبر على العلاج. كورس نتيجته سريعه تطمع، بس هي الفكره كلها ان انا مش هنزل ازق انا الشعر، يعني عايزه 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 طولة بال. طيب، وفي خرافه بتقول المينوكسيديل النهارده لما انا اخده ولو بطلته بيوقع الشعر الجديد ويوقع الشعر القديم. يعني ايه يوقع الشعر القديم؟ او بيوقع بتوصل لما كنت عليه في الترجمه بالظبط، تصل لما كنت عليه في بدايه العلاج. بس من اول ما بدات تستارت النهارده، تمام. بتحسب بقى الايه؟ بتحسب الوقت بتاعك. طب لو التساقط مش وراثي ولا اي حاجه، الاثنين كومنتس موجودين في المحاضره هنزلها لكم عشان تطمنوا برضه. وانا قدامكم اهو برش مينوكسيديل، انا ما عنديش صلاه يا جدعان يعني، ما ومش عاملها شو والله. انا يوميا الاثنين دول معايا، وحاطط على فكره، حاطط في دي يعني المينوكسيديل انا مكبب في كيرلي يعني برضه. بس طبعا ما بقولش الكلام ده، احنا بنفصل ما بينهم عشان ممكن يكون في حد عنده حساسيه من ماده ولا حاجه، يبقى عارفين انه مثلا الشخص ده مش مناسب، وارد يعني. فاللي انا اقصده ان هو روتين جميل وخفيف، يعني حتى ما شعري لا ما فيش زيت بقى ولا ميه ولا، زي ما انا اول اللايف واخر اللايف يعني. ماشي. فدي الدراسه الطبيه، فما تخافش من المينوكسيديل، ما تخافش منه وما تاخدوش لوحده. السن الكبير لو العلاج صعب ينفع زراعه طبعا، ما يزرع، ايه المشكله؟ بس يمشي على المينوكسيديل. عندي ناس بعتلي كومنتس قالوا لنا برضه ان في كومنتس ما ينفعش انزلها برضه، بس كتير جدا بيتكلموا ان بعد الزراعه الشعر اتاثر جامد بسبب عدم الدكتور الشاطر جميل اللي يقول لك بعد الزراعه تاخد مينوكسيديل. الدكتور انا اسف بقى تشيكن يعني، لو يخاف يقول لك ده، انا لو قلت له ياخد مينوكسيديل مش هيزرع، ضاعت ال 20,000. لا ده وبعدين ايه يعني، في ناس كده يقول لك بقى انا هعمل زراعه على مرحلتين، هعمل زراعه على مرحلتين، كل مرحله تمام. فهي الفكره كلها لازم تاخد مينوكسيديل بعد الزراعه، اضعف الايمان يعني. يبقى كده ماتت. وبعدين انت ما عندكش حل تاني، انت لو ما خدتش علاج دلوقتي تقول انا مش محتاج اخد مينوكسيديل، ما هو انت مش محتاج دلوقتي، بس في شعر عندك بيموت وفي تليف بيحصل، وانت لسه في دماغك ان القشره اللي بره دي هي سليمه، لا هو تحت بلاوي. لما الشعر لما يجي دور الحاجات دي تموت، هتلاقي نفسك نجاح الموجي. ماشي، الله يرحمه. وهي على فكره باي ذا واي الصلع ده يعني تاج الرجوله يعني، مش حاجه وحشه، من احسن. الله يرضى عليك يا رب، الله يخليك. انا ما خدتش بالي والله، ميرسي الكلام الجميل والله. احنا ما هي الفكره كلها، انا حاسس ان انا في بيتي والله يعني، القعده دي قعده جميله يعني. اللايف انا مسميها قعده بصراحه يعني، ناس جميله كومنتات تشجع. لا اظبط لكم الدنيا الفتره الجايه، اعمل لكم حاجات حلوه ان شاء الله. طيب، في اي سؤال تاني يا شباب؟ كده احنا خلصنا من المينوكسيديل، تمام. في ممكن نعمل ليزر، الاكزايمر ليزر بيستخدم في حالات ان انا نشط نمو الشعر. ماشي. وفي تقنيه اسمها ريجينيرا، لو حد سمع عنها. اسال احمد اتفضل. دي تقنيه بناخد البصيلات وبنعمل طرد مركزي كده، وناخد المفروض ان
الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه يا جماعه البصيله اهي، وجدوا ان في غده دهنيه وفي غده للخلايا الجذعيه، يعني في زي كيس كده للخلايا الجذعيه. في حالات الصلع او التليف، التساقط التليفي، سكارنج الوبيشيا، الكيس ده بيتضرب، الخلايا الجذعيه بتموت، فالبصيله لما بتنكمش خلاص ما بتنموش تاني، بتبقى سكار. تمام. فالريجينيرا دي بناخد الخلايا الجذعيه دي وبنرجع تاني نحقنها، هي كويسه في حالات التساقط السكارنج الوبيشيا، التساقط التليفي. طيب اتفضل اسال بخصوص المنتج. ماشي. حاضر، الله في الجاي هيكون على البشره بقى، كفايه شعر كده. ماشي. نتكلم عن الاستراكشر بتاع السكان وازاي ماشي، وعمليه تجديد البشره ازاي، وازاي ان احنا نشتغل على يعني بص، خلوا الجانب دايما كده اللايف يكون جانب علمي وجانب تطبيقي، وافضل حاجه ممكن نستخدمها عشان نصل لافضل نتيجه. ماشي، هيكون اللايف الجاي بالشكل ده. تمام. وفي مواضيع تانية كتير هنتكلم فيها، انا فارماسيست يعني، في حاجات كتير هنتكلم فيها، يعني السكر وادويه السكر الجديده وطريقه العلاج بتاعت السكر، يعني هتتبسطوا من الداتا الجديده بتاعتها، بحكم ان انا كنت فتره طويله اني اشتغلت على ادويه السكر والضغط يعني. بعض الادويه المهمه عملت لها لونش في دول يعني، فكانت جميله يعني. انا جبت منتج مينوكسيديل وبرشام ومواظب عليه بقالي شهر، وعايز اعرف ازاي استخدم كل حاجه بالظبط. بالظبط. بعد اذنك عشان احس ان انا بعمل حاجه غلط. طيب، اول حاجه انت هتستخدم كيرلي إلي لوشن 10 بخات صباحا ومساء. هترش 10 بخات في الشعر كله. جوه، وتظبط الدنيا كده 10. تمام. وبعدين ايه، خلاص كده تسيبه من غير تدليك، من غير حاجه، هو كده كده اصلا بيمتص لوحده من غير غسيل. بعدها بساعه، تمام، انت كده عملت بست المستقبلات، قفلتها خالص، فتحت الطريق ان الغذاء يجي. تستخدم مينوكسيديل في المناطق دي 3 4 5 كده، الحته دي. ماشي، 6 بخات. وتدلك تدليك كده مساج خفيف، لان هو في الفروه نفسه عشان يثبت، بس كده. وتاخد كبسوله الهير تونيك صباحا ومساء. مفيش اي حاجه تانية. تمشي بهذا الروتين لمده 3 شهور. بعد ال3 شهور لو طلع بيبي هير صغير كده، انت كده ماشي زي الفل. التساقط في اول شهرين 3 موجود زي ما انت في التساقط الوراثي. التساقط التفاعلي هتخف في شهرين 3. 3 شهور اصلا شعرك هتلاقي في حالات عندي فيديوهات منزلها 3 شهور كان خف باذن الله. نسبه الكلام اللي انا بتكلم فيه ده نسبه نجاحه عاليه. في ناس مش هتخف، في ناس مش هتخف عادي جدا، وحقها على دماغي يعني. ما هنعمل ايه ده. في اي سؤال؟ الشيب المبكر هناخد القطرتين اللي انا قلت عليهم، قطرة الزلاتان مع الزرتك. هناخد زنكترون في زنك ونحاس مع بعض في التركيبة. زنكترون كبسولتين صباحا ومساء. لو بناخد مع كورس للصلع الوراثي هناخد كبسولة من الزنكترون وكبسولة من اي مكمل تاني حسب ما الدكتور يقولك. ماشي. هناخد اكلات فيها نحاس كتيره جدا. افتح بقى النت، اكتب اكلات تحتوي على نحاس، هنركز في الاكلات دي. بس يمكن ماشي. بس دي النقطه الخاصه بالشيب. بقالك شهر بتستخدمه وتلاقي بيبي هير، بسم الله ما شاء الله. دي حاجه كويسه على فكره. انت يعني النتيجه لما اصل انت برضو خد بالك انت بتتغذى، يعني انت واحد بيقول لي طب انا طلع لي في شهر، ما طلعليش ليه في 3 شهور زي ما انت بتقول. احنا بنتكلم على التايم الايديال من 1 ل3 شهور. 3 شهور. طيب انت بقالك شهرين 3 بتتغذى مع الدم ده فيه بلازما وفيه الغذاء. السبانخ اللي كلتها من اسبوعين ما موجود فيها الحديد بتاعها موجود، بيروح يغذي الشعر. والبصيله جوه الشعرايه بتطول بس لسه ما طلعتش على السطح، عايزه
بدل ما كانت بتطلع في شهرين ثلاثه بقت بتطلع في سنه. فمجرد ما انت خدت كورس علاجي سليم بيحصل بقى القصه دي، ان الشعر الميت بيحصل له استبدال. اول ما تلاقي تساقط زاد عندك وانت من الاخر، من غير بقى ما تسال بقى أنا عنده وراثي ولا مش وراثي، اول ما هتاخد علاج وتلاقي التساقط بيزداد معاك يا باشا انت عندك وراثي او هرموني. شوف مشكلتك ايه جوه، شوف مشكله غده ولا مشكله هرمونات ولا مشكله، شوف انت عندك مشكله جوه عملت الحوار ده. طيب تروح تناموا بقى ولا ايه؟ يا جماعه اللي عايز يستاذن عادي، انا يعني في ناس كتير ما حضرتش يعني، فممكن يبقى في سؤال ولا حاجه. طيب انا معايا برضو يعني 5 minutes كمان، اخر 5 minutes. الساعه بقت 11. طيب طيب المونوكسيديل معلومه مهمه، يتاخد ممنوع يتاخد في الحمل. طيب اعمل ايه بقى لو انا حامل؟ السؤال ده برضو اتسال لي كتير. انت يا دكتور ماشي الكورس جميل وكل حاجه والادويه جميله، بس انت المينوكسيديل ما ينفعش يتاخد في الحمل، وانا وانا بلاننج ان انا ابقى بريجننت، يعني انا عامل ايه؟ اول حاجه احنا هنكمل عادي زي ما احنا لحد ما ناخد قرار ان احنا خلاص احنا المفروض ان احنا يعني الفتره الجايه دي فتره بنفكر في قصه الحمل. ما ينفعش ندي مينوكسيديل في الحمل. ما ينفعش بنديه امتى؟ حاجه اسمها لما تولد والطفل يكون عنده 10 شهور. تمام. انا اتكلمت حد النهارده في التليفون باكد المعلومه 10 شهور، يمكن قلت 10 اسابيع. حاجه اسمها فول تيرم بيبي، بيسموه كده فول تيرم بيبي. يا جماعه المعلومه دي برضو بفلوس. فول تيرم بيبي، الطفل عنده 40 اسبوع نقدر ندي مينوكسيديل يرضع، يعني ينزل مع اللبن ما ينزلش الكلام ده كله، ما عندناش اي مشكله، نقدر ناخد مينوكسيديل. فالسؤال بقى دلوقتي، هل انا محتاجه اخد مينوكسيديل وانا حامل؟ لا، لان الشعر بيكون في افضل حالاته وانت حامل. تمام. الاستروجين بيكون في اعلى مستوياته، فانت وانت حامل مش محتاجه تاخدي حاجه. طب ممكن اخد ايه؟ هنعمل تركيبه بسيطه كده بقى، ماشي. هناخد الليمون، قشر الليمون او قشر البرتقال او الجريب فروت، ونحطه في ميه مغليه، فاهم، ننقعه للصبح، ونجيب معلقه كركم ونحط الكركم ونقلب ونعمل السبراي بس كركمين. تمام. الكومبينيشن ده او التركيبه دي بالرش الارضيه بتاعه الشعر بتغنينا عن المينوكسيديل في فتره الحمل، وممكن تعملوها كاستخدام يومي، بس برضو مش بديل للمينوكسيديل. المينوكسيديل بيشتغل على البروستاجلاندين. النقطه بقى مش مساله توسعه، ما انا ممكن اوسع اوعيه دمويه بجينسنج، ما انا ممكن اوسع اوعيه دمويه باي حاجه، اي حاجه، شطه كابسيكم، اي حاجه كصيدلانيه المعلومه دي يعني. الحاجات اللي هي الكابسيسين، الماده الفعاله للشطه، بتعمل ايه؟ بيسموا حاجه اسمها كاونتر ايريتنت. كاونتر ايريتنت ان انا بخربش المنطقه دي، فبيقوم جاي عامله توسعه للاوعيه الدمويه، الدم بيجري بزياده، فلما بيجري بزياده بينقل الغذاء وكده. تمام. ولكن المينوكسيديل بيشتغل على البروستاجلاندين اللي هي الحاجات بتاعت الانرجين فيس، البروستاجلاندين بروستاجلاندين اي، وقلنا البروستاجلاندين دي والبروستاجلاندين اف، الاثنين التانيين، عشان نظبط الانرجين او عمر الشعريه مظبوط، بدل ما تطلع وتقعد 3 شهور وتقع، وبعدين تطلع وتقعد 6 شهور وتقع، وبعدين تطلع وتقعد سنه وتقع. لا، انا بدي الكومبينيشن ده بيعمل ايه؟ بتطلع 3 شهور، لا تقعد لها سنه، وبعدين تقع، وبعدين تقعد لها، ماشي. المينوكسيديل اخره 3 شهور، لا، المينوكسيديل في الطبيعي اصلا سنه. ده انت في الطبيعي ما توقفوش اصلا، بس انا في الكورس عندي لا، انا بالنسبه لي يا جماعه بصراحه يعني 6 شهور مفيش نتيجه، وقف. مع ان في ناس تقول لك ده اساسا المينوكسيديل بتستناه بعد 6 شهور يظهر النتيجه. من ماي اكسبيرينس ومن النمبر اوف بيشنتس والبول من 5 سنين فاتوا،
الكورس بعد 6 شهور. لو جاب نتيجه في اول شهور خلاص كمل زي ما انت ماشي كويس. بعد 6 شهور مفيش، دور على مشكله ثانيه. انت عندك ديفينتلي عندك تساقط تليفي، عندك مشكله مناعيه مطلعه، ممكن يكون ثعلبه، ممكن يكون حاجه مناعيه المعلومه برضو الاخيره، الثعلبه الحالات اللي الحمد لله اللي تم علاجها عندي على الصفحه، ان دول يا جماعه ما خدوش دواء واحد، يعني ما خدوش كيرلي، لو خدوا لسته دواء 6 7 حاجات. يعني كيرلي ليه دور في العلاج ودور مميز وممتاز، بس مش دواء واحد، عشان برضو الناس ما تقولش. يعني في بلاقي كومنتس برضو، واحد كاتب يا دكتور بيعالج الثعلبه. مفيش حاجه اسمها عالج الثعلبه، الدكاتره بتحتاس في العيادات، وفي الناس اللي لفت على الثعلبه عارفه انا بتكلم في ايه. وحقن، ما هو اول حاجه الدكتور هيمسك دماغك ويقعد يشكشك فيه. ما هو لازم حقن كورتيزون، ولو حقن غلط يعمل لك تليف. يعني لو انت ما عندكش تليف بقى انت لبست تليف. ملهاش صعبه، الثعلبه عامله زي الثعلبه، رخمه جدا، رخمه جدا يا جماعه. انا خدت، انا منزل الريفيوز عندي على الصفحه من سعادتي بالنتيجه. النتيجه مش سهله. اقول حد يقول عالج ثعلبه عنيده ولف على دكاتره هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا تمجيد ولا حاجه، احنا بناخد بالاسباب يعني. وكله موجود، يعني كل الحاجات دي موجوده في دراسات. لما اتكلم على النهارده، لما اتكلمت عن الصلع الوراثي، يا ريت الاخ الصيدلي اللي كان بيقول يا نهار ضحك انا صيدلي ومفيش الكلام ده، يعني الكومنتس، يا ريته كان سمع وفهم قبل ما يلا الله يسامحه. ميرسي لكم. دمتم في صحة وعافية. أنا كده يعني هستأذنكم جميعا كده ترتاحوا، وفي أقرب فرصة إن شاء الله هحاول أجهز ماتيريال كويسة كده نتكلم عنها، ويكون الوقت أقل شوية والدنيا مرتبة أكتر يعني. بعتذر بقى عن الحساسية اللي أنا بمر بيها ديت يعني.